السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اميمه ودي قناتي اسرار الاكل وتكاته. لو اول مره بتشوفوني اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه، ولو عجبكم الفيديو لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. النهارده ان شاء الله في فيديو جديد او وصفه اليوم هتبقى عباره عن صوص الشوكولاته الاقتصادي جدا جدا والسهل قوي قوي والبسيط، واللي ان شاء الله مكوناته موجوده معانا في كل بيت او عندنا في كل بيت ومتوفره. ان شاء الله هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته بطريقه سهله جدا وبسيطه، زي ما انتم شايفين الشكل كده والقوام جميل قوي قوي. يلا مع بعض نشوف المقادير والطريقه مع بعض. اول حاجه كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمقادير زي ما انتم شايفين معانا كده بسيطه قوي قوي واقتصاديه. معانا كده اول حاجه كوبايه ونص حليب، هنحط عليها نص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع كاكاو، 2 معلقه كبيره دقيق او طحين. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده على البارد لحد ما كلها تدوب وتختفي مع بعضها. نجيب مضرب السلك كده ونفضل نقلب زي ما انتم شايفين الشكل كده. دقيق على السكر على الكاكاو على الحليب، هنفضل نقلب فيها لحد زي ما انتم شايفين كده ما تختفي معانا خالص في التقليب. زي ما انتم شايفين كده الشكل. هنروح بها بقى على النار. طبعا يا جماعة هنا هنولع النار ونخليها هادية خالص علشان خاطر المكونات ما تتحرقش معانا او تلزق في الكزرولة. زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعها ربطت معايا بعد 5 دقايق تقليب على نار هادية خالص بالشكل ده. طلعت معانا بالشكل ده. هننزل عليها وهي سخنة بس بعد ما نطفي النار عليها خالص. هنروح بيها بقى كده على الرخامة او على اي او ممكن على البوتاجاز مكاننا بس نكون طافيين النار. ونحط عليها معلقتين 2 كبار زبدة او مكعبين زبدة، و2 باكت فانيليا صغير او معلقة صغيرة فانيليا. بس كده بس كده المكونات والطريقة خلصت معانا. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده طريقة. زي ما انتم شايفين كده القوام واللمعة. هي هنا يا جماعة لسه دافية معايا مش باردة ولا حاجة. لما تبرد هتبقى اتقل من كده. وطبعا هنقدر نستخدمها لمدة شهر كده في التلاجة. هنحطها في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة خالص. هنحطها بقى على اي تورت على اي معجنات او مخبوزات بالشوكولاتة او ميني كيك او كب كيك او اي حاجة خالص او اي حاجة او اي وصفة بنستخدمها فيها الشوكولاتة او صلصة الشوكولاتة. هنستخدم الطريقة السهلة والاقتصادية دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم، واكون كده افدتكم لو بمعلومة صغيرة. دمتم في امان الله ورعايته، والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.